السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع ديال اليوم هو موضوع اللي أنا ما كنتش باغي ندوي عليه، ولكن تيخص جميع المغاربة. قال لك واحد المحلل ديال خوتنا اللي هوك، قال لك علاش المغاربة داروا النجمة خضراء في الراية ديالهم، علاش ما يديروهاش حمراء؟ قمة العبث، لا قمة العبث. يعني دولة أو محللين في دولة تيدخلوا في شؤون ديال دولة أخرى، نديروها حمراء، نديروها خضراء، نديروها زرقاء، نديروها، حنا مالك؟ انت مالك؟ رايتنا وحنا نديرو فيها ما بغينا. شوفوا معايا هاد الفيديو، شوفوا هاد النافيغا ديالهم كيفاش يهضر. شوفوا الفيديو ومن بعد نقول لكم علاش المغرب دار الرايه او النجمه دارها بالخضر. ما فهمتش انا لماذا النجمه باللون الاخضر. هنا بلدنا العلم الجزائري اخضر وابيض، والنجمه والهلال احمر علي بن شيخ، لماذا وضعنا اخضر؟ هذا اللي دارها ما النظام الجزائري على ما بان ليا ولا يحلم بينا ولا ينعس بينا ويفيق بينا ملي ولاو. يعني ماشي غير الجرائد الالكترونيه، يعني هادو القنوات الرسميه ديالهم يهضروا على المغرب. الموضوع ديال علاش، او هاد المحلل هذا قال لك علاش علاش ما نديروش النجمه بالاحمر، ياك؟ علاش ما ديروش نتوما بالخضر؟ يعني نتوما دايرين النجمه ديالكم والهلال بالاحمر، ديروها بالخضر. اللي عندكم النص ديال الرايه خضر ونص ابيض، ديروا النجمه خضراء. ولا هذا اللي حتى عندنا حنا اللي حط هاد النجمه هادي ما فكرش، ما بانت لكمش بان النجمه بان الرايه راه حمراء؟ ولا درنا النجمه حمراء غتبان لك شي حاجه؟ حنا من زمان والرايه ديالنا حمراء، من ايامات الموحدين والمرابطين دائما الرايه حمراء. قمه العبث، قمه العبث. انا ما بقيتش نفهم علاش يدخلوا لك في الشؤون ديالك. كما قلت لكم نديروها حنا حمراء، نديروها خضراء، نديروها صفراء، نديروها، انت مالك؟ واش حنا دخلنا فيكم قلنا لكم علاش ما درتوها نتوما دايرينها حمراء؟ وعلاش دايرين لي داك الهلال؟ واش ما ديروش نتوما الرايه خضراء كامله؟ المهم هما خصهم اي حاجه وخصهم يهضروا فيها. وهاد الهضره هادي اللي تيقولوا المحللين راه ما تيجيبوهاش من تطيح عليهم هكاك، هذوك راه تيوصيوهم شنو يقولوا، تيقولوا لهم اشنو تقولوا اشنو تقولوا اشنو تقولوا. ضروري خصهم يجبدوا المغرب، ضروري اي حاجه خصو يكون فيها المغرب. انا ماكش غندوي، ولكن حاجه متى تتمس الرايه، رمز من الرموز ديال المغرب، يعني حتى هي خط احمر، ويقول لك علاش ديروها، دير نجمه خضراء ما ديرهاش حمراء. وكون كان عندنا العقل بحالكم نتوما واهلي فين وصلنا. كون كنتي تخمم وكان عندكم الذكاء بحال ديالنا حنايا، غتفكر ملي غتبان لك الرايه حمراء خصها تكون نجمه خضراء بشي لون اللي تبان. مالا كانت حمراء اش غيبان؟ انا رديت على هذا المحلل في هذه القناه هذه باش نقول ليه دخلوا سوق راسكم، ديوها في بلادكم. حنا راه ما عندناش عداوه مع خوتنا الجزائريين، ولكن اللي مسيرين واللي تيبقى يهضروا علاش؟ ديوها بلادكم، ناقشوا تحللوا المشاكل اللي عندكم، شوفوا الاوضاع ديالكم كي دايره، شوفوا البترول ديالكم فين تيمشي، خليكم المغرب في الثقه. ياك ما جابدكمش وانتما غير دوروا المغرب، مروك مروك مروك. والله يهدي ما خلق. يعني قناه كما تيقولوا هما قناه يعني وطنيه ديالهم بهذاك الحجم، ما لقات حتى شي موضوع اللي تهضر فيه، وجايبين محللين وجايبين محلل باش علاش المغرب دار نجمه خضراء. عباقره نتوما، عباقره. وفي التعليقات حتى واحد زعما ما منبهو يقول لي زعما المفكرين ديالكم العباقره، حتى واحد ما قدرش ينبهو يقول ليه راه الرايه حمراء ما يمكنش دير فيها نجمه حمراء. والو. بحال المحللين
بحال كلشي تيتفرج كلشي، يعني باش تعرف داك الشيء راه موصينو، يعني بنادم محفظ غير تيعرض ما عارفش داك الشيء اللي تيقول شنو هو. وغتبقى دائما الرايه المغربيه حمراء وفيها نجمه خضراء ترفرف في جميع التظاهرات، وغتبقى دائما النجمه خضراء. باش تعرفوا ربي مع من حاشرنا ومع من مجاورنا، دائما راه مقوحلين لكم وتعياو وما تهضروا، وتبقاو دائما تهضروا حتى ما عندكم ما تقولوا، غتبقى تقولوا تهضروا على المغرب، غدوروا وتهضروا على المغرب، والمغرب دائما ما مسواقش لكم. نتمنى ان الميساج يكون وصل، وهكذا يكون الفيديو ديالنا سالا، وخليت لكم الراحه. فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.